بقي أن نشير إلى معنى دقيق جدا. العلماء يقسمون الصيام إلى عدة أقسام أو إلى 3 أقسام. صيام العامة، صيام العامة هو أن يمسك عن المفطرات الشرعية التي دل الدليل عليها في ذات الصيام بخصوصه. لدينا مفطرات أو منهيات عامة لم ينهى عنها الشارع في رمضان بذاتها، وإنما جاء النهي عاما مجملا. كثير من المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها كإطلاق البصر، كسماع المحرم من الغناء ونحو ذلك، هذا لم يأتي دليل في ذاته مثلا أن يكون في رمضان، لكنه في ذات رمضان يخدش الصيام ويقلل من أجره. ولكن العامة يلتفتون إلى ما حرمه الله عز وجل في ذات رمضان ويمسكون عنه. هذا صيام العامة هو أن يمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات التي دل الدليل عليها في رمضان بخصوصه. وثمة صيام الخاصة، وأن يمسك الإنسان عن المحرمات في جوارحه وعن ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه من المفطرات في نهار رمضان، فلا يطلق البصر وكذلك يحفظ السمع ويصوم. هذا صيام الخاصة. المرتبة الثالثة وصيام خاصة الخاصة هو صيام القلب عن الهمم الدنية، وكذلك صيام الظاهر أيضا. وقد أضاف إلى الأعمال السابقة من صيام العامة والخاصة أنه أضاف إليه عمل الباطن أيضا من تعلق القلب بالله وعدم انصرافه إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم أنواع الصيام وأعلى مراتبه، كما ذكر ذلك جماعة من العلماء كأبي حامد الغزالي. والصيام من ذاته من جهة حقيقته وجوهره هو أن يمتثل أمر الشارع باجتناب تلك المفطرات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، والمفطرات هي متعددة ربما يأتي الكلام عليه. أحسن الله إليكم.